مثلا المتابعين الافاضل. فاليوم المحامي دنيا باطمة تم الاعتزال من الملف ديال حمزه مونبيبي، وهذا الاعتزال المتابعين الافاضل شكل خطوره كذلك حتى على دنيا باطمة، والان ولات خايفه بما يخيف من الحكم عليها، بعد ما انه اليوم المحامي قال لها صافي انا ما بقاش نتابع هذا الملف لانه ما بقاش لي فين نزيد، وهذا الشيء هذا كيشكل عليا الخطوره. ف وبعد المعطيات اللي تكشفات الان في هذه القضيه هذه هي اللي غنتكلموا عليها ديال الاعتزال المحامي. فقبل ما نبدا بسر الموضوع، اهلا وسهلا بكم متابعين الافاضل، مستمعين الاوفياء داخل وخارج ارض الوطن. نتمنى ان نلقاكم في اتم الصحه والعافيه باذن الله. فمتابعين الاوفياء، اكيد انه عدد كثير منكم عرفوا باللي ان المحامي تم الاعتزال ديالو من ملف ديال حمزه مونبيبي، واللي كان هو اللي كيدرس فيه سنوات وسنوات باش انه يخرج دنيا باطمة من البراءه. واكيد انه كان عارف كما كنقولوا الشاده والفاده على الملف ديال حمزه مونبيبي. وهذا الملف متابعينا الافاضل اللي طول سنوات وتم الحكم عليها بسنه وراء القضبان. فهنا فين اليوم حاول ما امكن انه يعتزل بعد ما انه سمع دنيا باطمة كتكلم في القضاء وضربت في القضاء المغربي في خروج اعلامي امام قناه عربيه، وكذلك خروج في عبر المواقع التواصل الاجتماعي. فهاد الاشياء هادو هم اللي زادوا اساءوا لها نظره مجتمع، حتى واحد ما بقى حامل انه يسمع شي حاجه اخرى من غير هذاك الكلام اللي سمعوه. فاكيد انه تكلموا عدد كثير ديال الناس، منهم مواقع التواصل الاجتماعي، منهم ناس كثير متابعون ديالها كذلك، قالوا الى هاد السيده هذه اكيد راه حنا عارفين دار الخطا، واللي كيدير الخطا خصو يعترف بانه دار الخطا باش على الاقل يخفف عليها الحكم. ولو حنا نقولوا راه اي واحد كيخطا، اي واحد انه تيخطا وتيدير هذا الخطا هذا، وراه خير الخطاؤون التوابون. فاكيد انها هي بقات مصره على الكلام ديالها، انا ما درتش، رغم حنا كنعرفوا الحقيقه الصارمه ديال شكون هو صاحب الحساب وشكون هما اللي كانوا دايرين بها كذلك. فاليوم هذا الاعتزال اللي اعتزل الان المحامي حاول انه تبين بان ليس اعاده نظر في القضيه، وهنا فين كان طالبات تحقيقات واجراءات من جديد، وشكون هو صاحب الشخص اللي صفاه الوئام الدحماني، وعدد كثير ديال الاقاويل، وغيوليو يبرمجوا الملف من جديد. فهنا فين كتحاول ما امكن انها تطول في المده باش ما يتمش الحكم عليها. فاكيد انه المحامي عارف القصه، عارف شنو هو الواقع في قضيه حساب ديال حمزه مونبيبي. فاليوم مني حط استقاله في الملف ديال دنيا باطمة، واكيد انه ديال حمزه مونبيبي، فقال لها انا عيت ما نتكلم بكلام فارغ، فالحقيقه باينه. فاكيد انه هذه هي الكلمه الاخيره اللي خلاها لدنيا باطمة ومشى. فاكيد انها بحال اللي ضربتيها بكابوس، بعد ما انها شافت ان المحامي ديالها اللي كان واقف جنبها وكان دائما كيضرب عليها، رغم انها هي ما كتكونش انها في المحضر او في سميتو، هو كينوض يتكلم عليها وكينوض يدافع عليها. فاليوم المحامي اللي كان دائما في جنبها وكان تابع القصه من الاول حتى الاخير، كان تابع القصه ديال حمزه مونبيبي من الاول حتى الاخير، من غير شي محامي ما تابعش هاد القضيه هادو، هو اللي درسو مزيان. فها هو الان فر عليها وبقات كتقلب على شي محامي اللي تحاول ما امكن انها تكلم له على قصه حمزه مونبيبي، واللي عاوتاني يعاود اعاده النظر من جديد، واللي يشوف اناليزي مزيان في الملف عاد يمكن له. فاكيد انه كانت ضربه القضيه
لها بهذا الخبر المفجع في قضية هذا المحامي اللي تم الاستقالة ديالو من الملف. وأكيد أنه حنا كنعرفوا راه الإنسان اللي كيدير الذنب كيستاهل العقوبة. راه إلا ما تعاقبتيش في الدنيا أكيد أنك تعاقب في الآخرة، والعقاب ديال العقاب ديال الآخرة أشد من العقاب ديال الدنيا. فحنا كنشوفوا أن أكيد أنه عدد كثير ديال الناس ما بقاوش كيعرفوا يعني الحق من الغلط. يعني الحكم تم، يعني باقي ما تمش التنفيذ ديالو هاد المده كامله، وكيتسائلوا الناس علاش يعني الحكم خرج بسنه، وهاد السيده انها خرجت في واحد ستوري وكتكلم وكتقول راه عندي واحد الحفل في مدينه كذا وكذا وتما غيكون الحفل، وكتنادي المتتبعين ديالها على اساس ان هاد السيده هادي مازال حره. بغينا نعرفوا شكون هما هاد النفوذ اللي وقفوا معها، وحنا كنعرفوا ان الحكم الملكي ترفض. يعني هنا فين تحطوا تساؤلات امام الجميع، وكيقولوا كيفاش هذا الملف مازال يعني ما تنفذش ومازال ما مشاش دنيا باطمه وراء القضبان. شنو هما هاد شنو هما يعني عدد كيتسائل واش ما كاينش قضاء مغربي؟ لا، حشومه كاين قضاء مغربي، وراه احنا شفنا ريوس كبار انهم تهزوا ومشاو وراء القضبان. يعني حتى شي واحد اللي دار شي حاجه يستاهل عقوبه. واكيد انه خاطب سيدنا بان 2024 والسنوات ان شاء الله اللي جايه ما غيبقاش الفساد في البلاد بتاتا. والحمد لله انه كنشوف يعني راه اللي كيدير شي حاجه صافي بوان فينار بانت الحقيقه ديالك صافي. وحنا كنشوفوا ان المغنيه صاحبه حساب حمزه مونبيبي مازال ما تنفذش الحكم. وعاد كثير انكم حتى نتوما كذلك كتسائلوا شكون هو هذا الشخص هذا اللي حامي الحمزاويه. اكيد انه هذا الشخص هذا متابعين الافاضل مع المده اكيد غنكشفوا الحقيقه وشكون هو هذا الشخص هذا اللي حاميها، او لا كما تكلمت هي وقالت اعاده نظر في الملف. فليس اعاده نظر في الملف، والملف مدروس هذه سنوات وسنوات، وراه تكرر العديد من مرات، ماشي غير المره الاولى والمره الثانيه. فاحنا عينا من اعاده النظر في الملف، عينا من التحقيقات، الحكم تنفذ صافي. راه المحكمه النقد ملي كترفض يعني العفو صافي، يعني خصو يتم الحكم عليك بوان فينار. فاكيد انه الحقيقه ديال دنيا باطمه بانت. فالحقيقه لا شك فيها انها هي صاحبه حساب حمزه مونبيبي. فاكيد المتابعين الاوفياء غنبقاو مصرين على الحق، واللي دار الذنب يستاهل العقوبه. فاكيد انكم خلوا لي الاراء ديالكم في هذا الكلام اللي تكلمت فيه، واش كلام صارم، واش كلام صادق؟ خلوا لي عبر الكومنتير. وانا اكيد انني نبقى تابع القضيه حتى تبان الحقيقه وحتى يبان العدل، وكل شخص انه ياخذ حقه. هادشي اللي كنعرفه. ولا درتي الذنب اعترف صافي، الا درتي الذنب اعترف. فكل شيء كيخطأ، ولكن اعترف بالخطأ ديالك. هذا هو المسألة الأخيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.